هذه الوصفه ديال الشعر مجربه معتمده عندي دائما كل نهار كل يوم. كندهن بها شعري انا وبنتي. ها هي يا البنات الفلفله، غتاخدي هاد الفلفله، ها هي تكون جديده ما تكونش قديمه. غتاخدي الفلفله بحال هذه، تغسليها، تقطعيها طرف طرف بحال هكا، وغادي تاخدي نزلافه ديال الزيت، زيت الزيتون، زيت العود يعني بحال هذه. تاخديها تعمري الزلافه وتحطيها فوق المقراش، يعني ديري ليها حمام مريم اولا حمام مريم باش تحيد منها الملح. ايوا يا لاله، ملي غتحيدي منها غديري ليها حمام مريم لهذا الزيت العود. عاد غتقطعي هاد الفلفله تلوحيها في هاد الزيت هنا، وغادي تغطي هاد الزلافه في البلاصه اللي فيها الظل مده 3 ايام حتى 4 ايام، يعني ما تحطيهاش في الضوء. ها هي انا راه صيبتها، يعني ها هي شفتوها، هذه راه 4 ايام قاعده في الظل، يعني حطيتها 4 ايام. ها هي راه صايره، يعني بدات كتلوى، ما كتبانش جديده، ما تبداوش على يدي. ها هو، ها هي شفتوها، يعني بدات كتهرى اللي كنقولوا حنا، بدات الفلفله كتهرى. ها هي ما بقاتش عطات هذا اللون، شفتوها. يعني يا لاله دابا غنصفي هذا الزيت وغادي نقول لكم اش نديرو فيها. هنايا من بعد ما حيدنا الفلفله، ها هي يعني حيدناها من هذا الزيت، ها هي شفتوا اللون ديالها كي داير. ودابا هنا اش غنديرو فيه؟ هذه زريعه البصله غنديرو منها شويه، هذه زريعه الكيف، يعني الا بغيتوها راه كاينه عند العطار، وصيو عليها العطار غادي يشدها لكم. زريعه الكيف، ها هي زريعه الكيف. غنديرو فيه زريعه البصله، زريعه الكيف شويه ما نكتروهاش. هنا القرنفل كما كتشوفوا ها هو فزكتو، هذا القرنفل ها هو فازك. وهذه شويه ديال الحرمل ها هي، وهذه الساس ديال هذا المكون. هذه حبه الراس، حبه الراس راه كاينه عند العطار. عندنا حبه الراس، القرنفل، شويش ديال الحرمل، شويش ديال زريعه البصله، شويش ديال زريعه الكيف. الفلفله فايته رقدناها في زيت العود. دابا غادي نجمعوا هذا الشيء في هذه القرعه. ها هي الفلفله دابا ما عندنا بها غرض، بركه خدات 3 ايام ديالها في الزيت، يعني خلات لينا ديك الجيلاتين ديالها. دابا هاد العشوب كاملين غادي نزديهم في هاد القرعه. نتوما اللي باغا تصيبها دير شي قرعه كبيره، انا ما عنديش القرعه كبيره، كانت عامره ودتها صاحبتي جربتها وعجبتها ودارت لي القرعه عامره بالزيت بصحتها وراحتها. دابا غادي نجمع هادشي كامل في القرعه ونقول لكم اش غنديروا في الاخر. غناخذ شويه ها هي من زريعه الكيف، ها هي حيت كنصور باليد وخدامه باليد. ها هي غناخذ شويه من زريعه البصله، ها هي شويه، ما تخافوش منها راه ما دير لكم والو، يعني هادشي خذوا منه غير شويه شويه، ماشي تشوفني حطيت هادشي كامل وديريها، لا غتاخدي قد داكشي اللي غادي يهزو 3 الصباح. وعاد غنرجعوا، ما بغيتش الفيديو يجي طويل، نحطوا الحريملات ديالنا، ما تبدوش على يدي، راني خملت واحد السطح عندي الفوق عامر بالدبش. وعاد غادي نحطوا حبه الراس ها هي، ومن بعد نحط الحرمل، اويلي على الحرمل سمحوا لي عفوا، نحط القرنفل وعاد نكب الزيت. ها هي من بعد ما جمعنا كلشي في هذه القرعه، دابا غادي نحطوا ليها الزيت. ها الوصفه ديالنا موجوده على حقها وطريقها، وغادي نديروا ليها ها يا لاله ونسدوها مزيان. ها هي نسدها بجوج اليدين. وهنا دابا كما كتشوفوا الزيت ديالنا ها هي موجوده، الزيت من داك الشيء الرفيع، شي حاجه طب يا البنات، شي حاجه اللي كيديروا جدودنا، شي حاجه واعره وزوينه كتنبت الشعر وكترطب وكتحيد منه لي بوينت، يعني كترد لك الشعر ديالك حرير حرير حرير. هذه مجربه ومعتمده عندي ليا وبنتي، اقسم بالله العظيم. الا هاد الفلفله كنستعمليها انا
تقريبا مده 20 عام ولا 24 عام وانا كنتبعها. ما عندي لا الزيوت ديال الكوك ولا الزيوت ديال سميتو داكشي اللي كيتباع ديال التجميل، ودوك الزيوت اللي كيتباعوا ديال الشعر، راه هما كديروا داكشي وكيتساس لكم الشعر ديالكم كيبان رطب وفي الاخر كيتساس. هذه كتنبت وكترطب وكتنوض لك الخلف، غتنوض لك واحد الخلف تبارك الله ما شاء الله. بنتي انا راه كتشكي كتقول لي ماما راه ما بقيتش قديت نهز شعري الا دوشت كيجيها ثقيل ثقيل. راه غادي نحط لكم الشعر ديال بنتي راه مربي بهذا الزيت بهذه الطريقه، وهذا العشوب وهاد الفلفلايه لاله والعشوب كما كتشوفوا هادو. هادشي اللي درت قرنفل، زريعه الكيف، زريعه البصله، شويه ديال الحرمل، حبه الراس. يلا بالصحه والراحه. راه غنحط لكم الشعر ديال بنتي تشوفوا تبارك الله قداش، بارك الله ما شاء الله ما شاء الله.